للنقوش الصخرية والتضامن. تأتي هذه الندوة الجهوية الموسومة بعنوان الفن والنقوش الصخرية بجهة البنية في خدمة التنمية في إطار الأنشطة التي تنظمها الجمعية بشراكة مع المناهج الملكية للثقافة الإنجليزية، وذلك لإبراز أهم الموارد التي يسخر بها الجانب المقلدي وخاصة جهة التنمية، ألا وهي النقوش الصخرية، والبحث في كيفية تثمين وتعبئة هذه الموارد. أنا مداخلتي هي في موضوع التراث والتنمية الترابية، أحاول من خلالها أن أؤكد أهمية التراث كمورد للتنمية بمختلف أبعادها التي تتالي كيف يمكن أن نعبئ، كيف يمكن أن نتمم هذه المؤهلات خدمة للتنمية كما قلت بمختلف أبعادها، ببعدها الثقافي، ببعدها الاجتماعي، وببعدها الاقتصادي لأنه أساسي. عنوان مداخلتي هو تدخلات المحافظة الجهوية للتراث الثقافي بجهة قليمين وهدنون لحماية مواقع الفن الصخري. فتعلمون أن جهة قليمين وهدنون تعتبر من أكبر المجالات بالتراث الأركيولوجي، وعندما نقول التراث الأركيولوجي فإن نتحدث عن مواقع النقوش الصخرية ومواقع الأدوات الحجرية وكذلك العمارة الجنائزية كالقبر القبور الجنائزية. بشكل مفوز من الأشجار اللي فيهم النقوش الصخرية، وهذه نماذج من هذا الموقع. حالة الموقع يعني قد تكون هذه الديغراداسيون اللي كانت في الموقع.